نقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيع ويا منقذي يا رسول الله. رمضان كريم عليكم يا رب وعلى جميع الأمة الإسلامية. هنعمل مع بعض فطار جميل، وكل واحد كده كان ليه حاجة معينة عايز ياكلها فايه قلنا نعملها. وكانت برضو عزومة كده خفيفة وبسيطة وعلى السريع. تمام، هي مش عزومة كبيرة قوي يعني. زي ما احنا شايفين كده حاجة جميلة وبسم الله ما شاء الله، حاجة كده زي العسل. نخش على الفيديو نسمي الله. أول حاجة معايا حلة حتى فيها 3 معالق من الزيت، ومعايا هنا حتة من اللي عايزة تحط لية ضاني، حتة لية عجالي، ايه اللي تحبيه. لية الضاني بتبقى في المحشي خطيرة خطيرة خطيرة، لكن احنا هنحط لية بس لية من العجالي. تمام. أول ما اللية كده معايا دبلت كده، أخدت لون صفار خفيف خالص، نزلت بالبصل وقرن فلفل كده حامي. حسيت ان الزيت قليل فزودت برضو معلقتين كده من الزيت. هخلي البصل يصفر برضو خفيف كده، واول ما يصفر ويشم النار هنزل عليه بالصلصه. عندك فلفل الوان تقدري تحطيه برضو، هيدي طعم جميل للمحشي. نزلت بالصلصه. الصلصه معايا طبعا هي اصلا الصلصه دي متسبكه جاهزه يعني، فضربتها ضربه خفيفه كده في الخلاط برضو عشان تفك معانا. خلاص. شايفين بقى، عايزه اقول لكم كانت حمرا وجميله جدا. فلفل اسمر وملح ومكعب من المرقه وكمون، ودي البهارات بتاعتنا. يبقى ملح، مكعب من المرقه. عايزه اقول لكم هنا انا ما كنتش حاطه الملح مع في البهارات، بس حطيته بعد كده لاني كنت هنساه بصراحه. مكعب مرقه وملح، فلفل اسمر ورشه كمون ورشه كزبره بقى. وهنا بقى ننزل بقى بعد ما طبعا التسبيكه الطماطم اتسبكت كويس، حطينا بقى الرز والخضره. تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل ورق عنب وهنعمل كرنب. شايفين الرز بتاعنا احمر وجميل ازاي. ودي الحله بتاعت الصلصه، فضيناها وحطيت بس طماطمايه وحطيت بقى التوابل عليها. معايا هنا برضو حوالي كده نص كيلو من اللحمه او اكتر. قطعت طماطمايه وثلاث بصلات، فلفل وملح. مش هحط توابل كتير لان هنا عند ماما ما بيحطوش توابل كتير، ما بيحسوا ان التوابل كتيره في الاكل بيغير طعم الاكل. تمام. هنا خلاص يبقى خلصت المحشي. وهنا زودنا اللحمه بتاعتها، بس اللحمه طبعا شوحناها كويس زي ما احنا شفنا كده، بعد كده حطينا لها الميه المغليه. هنعمل بقى ايه. صينيه المكرونه. الاول هنعصج اللحمه. عملت ايه، جبت بصلايه دبلتها كده ومعاها قرن فلفل، وحطيت حوالي كده نص كيلو من اللحمه المفرومه. بعد كده ما اللحمه بتاعتنا اتغيرت حطيت ملح فلفل اسمر وكمون وكعب من المرقه، وقطعت كده طماطمايه مكعبات صغيره. تمام. ونقلب بقى ونسيبها بقى لغايه ما تستوي. طبعا اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت كتير على النار. تمام. عايزه تحط اللحمه الاول وتخليها تاخد لون، بعد كده تحط عليها البصل. الطريقتين حلوين ومفيش اي مشكله. تمام. بس احنا بنحب ندبل كده البصل الاول. هنسلق المكرونه. معايا ميه حاطه فيها معلقه زيت وشويه ملح، واول ما يغلوا هنزل عليهم بكيسين من المكرونه. ونسيب بقى المكرونه دي لغايه ما تستوي، لان المكرونه البشاميل غير المكرونه اللي بالصلصه. تمام. نسيبها بقى لغايه ما تبيض كده وتستوي. واللحمه هنا كانت خلاص استوت بتاعتها، وكمان طفينا عليها واللحمه على النار. تعالوا بقى نعمل الفراخ بتتبيله جميل. معايا هنا جزرايه وبصل وطماطم بصل وطماطم وجزرايه وفلفل، ضربناهم في الخلاط. هنحط ملح، هنحط معلقه صلصه، هنحط كاري، هنحط كركم، هنحط فلفل اسمر، هنحط كمون، هنحط كزبره ناشفه، هنحط فلفل اسمر. ونقلب كل التوابل دي مع بعضها. حطيت كده في القعريه شويه من التتبيله دي. وهنقطع بقى طماطم وبصل، طماطم وبصل وفلفل حامي، وحطينا كده رصينا كده في الصينيه زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم كان منظرها اصلا لوحده جميل جدا، وريحتها بعد ما استوت كانت جميله. ونزلنا كده بالبصل ونرص كده الفراخ دي. جبت بقى معلقه صلصه وعليهم نص كوبايه ميه مغليه ومكعب من المرق. وهنحط كده على الفراخ. عايزه اقول لكم هنا كانت اختي بتقول لي لا مش هتطلع حمرا، عشان طبعا ما كنتش حاطه فيها صلصه، فقلت لها لا استني بس وهتشوفها في الاخر. تمام. نغطي بقى كده عليها وبرده هدخلها الفرن. تمام كده. تعالوا بقى هنا نعمل الميه بتاعت المحشي. معايا ميه مغليه دوبت فيها مكعبين من المرقه، ونزود بقى محشي الكرنب والمحشي ورق العنب. طبعا نهز الحله كويس جدا عشان خاطر الميه كلها تنزل في المحشي.
نغطي بقى عليهم. اول ما يتشربوا نهدي بقى النار عشان خاطر يستوي براحته. معايا هنا زيت ومعايا هنا سمنه، هحط حوالي 6 معالق من الدقيق. تمام. طيب هنا بقى لما تعملي البشاميل عشان خاطر البشاميل ما يكلكعش معاكي، هتعملي ايه؟ لازما الدقيق يتحمر كويس جدا يا جماعه عشان خاطر ما يكلكعش. لو الدقيق قاعد زي ما هو ابيض ما اتحمرش حلو، هيكلكع معاكي وانتي بتحطي اللبن او الميه. هنا انا ما عنديش لبن فهستخدم ميه المكرونه، وعايزه اقول لكم عادي جدا ده بديل اللبن يا جماعه. بديل اللبن الميه بتاعت المكرونه هتبقى جميله جدا جدا جدا. تمام. حطيت هنا مكعب من المرقه برضو، وزودت بقى ميه المكرونه هنا، وحطيت فلفل اسمر. ومع التقليب بقى شايفين ده القوام اللي انا عايزاه للمكرونه، ولا كلكع معايا ولا اي حاجه خالص. بس كنت بصور بايد واحده فما عرفتش اصور لكم وانا بزود الميه بتاعه البشاميل. جبت بقى البشاميل اول ما برد نزلت عليهم ببضايه ورشه فلفل، ونقلب كويس جدا. دهنت بقى الصينيه بتاعتنا دي بشاميل، وهنزل بنص الكميه بتاعه المكرونه وشويه من البشاميل، ونقلب بقى نوزعهم كويس جدا في اللهم صل على النبي، نوزعهم كويس جدا في الصينيه عشان خاطر ايه نحط بقى فوق منها اللحم. عايزه تحطي جبنه موتزاريلا، عايزه تعملها ايه باي حاجه. تقدري كمان تستغني عن المكرونه البشاميل دي، مكرونه البشاميل تستغني عن اللحمه، تحشيها خضار هتنفع معاكي، تحشيها اي جبن بس هتنفع معاكي. هنا حطينا بقى زي ما احنا شايفين اللحمه شكلها جميل عشان حطينا فلفل وطماطم شكلها كده يعني. حطينا الطبقه التانية من المكرونه، واخر حاجه هحطها هنا ايه البشاميل وبضايه كده ربيتها، وحطيت عليه شويه ملح شويه فلفل، ودهنا بقى ايه كده ايه وش المكرونه من فوق، وعلى الفرن على طول. هنعمل بقى شويه رز بالشعريه. اول حاجه بحمر شويه الرز، وبعد كده اول ما يحمر بحط الشعريه. طبعا كلكم شفتوا الطريقه بتاعه طبخ الرز كتير. وكان هنا الاكل استوى زي ما احنا شايفين، صابع المحشي ملفوف وجميل، والشوربه بتاعتنا واللحمه مستويه وكل حاجه زي الفل. تمام. الرز اللي بالشعريه اهو، فلفل برضو، ودي المحشي ورق العنب زي ما احنا شايفين كده. وادي بقى المكرونه البشاميل اللي طلعت شايفين بقى لونها، وكان طعمها جميل جدا. وصينيه بطاطس اللي بالفراخ حمرا وجميله. واشوفكم في فيديو جديد مع